الحارس تعود الله. فوالا فاموس كاتر فينال نتلاقاو ان شاء الله في فينال. نخدموا شويه تكتيك. شفنا لي زيماج لي زاناليز توت او لون لا جورني مع الدراري وشفنا فين غادي هادشي اللي غادي نديرو مزيان باش ان شاء الله يكون لا فيكتوار على فان دو ماتش. شفنا درنا لي زاناليز على الفريق البرازيلي وعنده بوان فور ولي بوان فيبل ديالو. حنا ان شاء الله غادي نستغلوا لي بوان فيبل ديالو وان شاء الله يكون خير. تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية إلى الدوحة، حيث يواجه المنتخب المغربي البرازيل في دور الربع النهائي من كأس العالم لناشئين قطر 2025. وفي هذا الفيديو سنتعرف على موعد وتوقيت المباراة النارية والحاسمة بين الفريقين، لكن قبل ذلك سنرى كيف استطاع أشبال الأطلس التغلب على منتخب مالي في دور الثمانية. وكما العادة وقبل التفاصيل أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. بلغ أبطال إفريقيا الربع النهائي بعد الفوز الصعب على منتخب مالي بنتيجة 3 أهداف ل2 في دور الثمانية، حيث تقدم المنتخب المغربي مبكرا عبر زياد باها من ضربة رأسية في الدقيقة 29. وأدرك منتخب مالي التعادل بفضل ريمون بومبا في الوقت بدل من الضائع من ركلة جزاء. وقبل نهاية الشوط الأول استطاع المنتخب المغربي تسجيل الهدف الثاني عبر إسماعيل العود. لينتهي الشوط الأول بتقدم أشبال الأطلس ب2-1. وفي الشوط الثاني عاد إسماعيل العود ليسجل الهدف الثاني له وثالث للمنتخب المغربي من تسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 66 من المباراة. وأعاد المالي سيدو ديمبلي بلاده إلى أجواء المباراة بهدف تقليص الفريق في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز وتأهل المنتخب المغربي إلى دور الربع النهائي. وتأرى المنتخب المغربي من منتخب مالي الذي أخرجه قبل عامين في أندونيسيا من الدور ذاته. ويضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا وحاسما أمام البرازيل في دور الربع النهائي. البرازيل المنتخب الغني عن التعريف والمعروف بقوته في جميع الفئات السنية، حيث توج بلقب كأس العالم لناشئين في 4 مناسبات آخرها عام 2019 على أرضه وبين جماهيره. وستجرى المباراة المنتظرة يوم الجمعة 21 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب أسباير على الساعة 4:45 بالتوقيت المغربي و6:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة. وتبث المباراة على قناة بإن سبورت والرياضية المغربية الأرضية وقنوات الكأس القطرية والقناة الرسمية للفيفا عبر اليوتيوب. وكان البرازيل تخطى في دور الثمن النهائي نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بهدف لمثله. ويسعى المنتخب المغربي للتأهل لأول مرة للمربع الذهبي بعدما توقف مشواره في النسخة السابقة بأندونيسيا في دور الربع النهائي على يد مالي. ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب المغربي على التنظيم الدفاعي الصلب والسرعة في الهجمات المرتدة مع التركيز على اللعب الجماعي والتحركات الذكية للخط الأمامي. أما منتخب البرازيل فهو معروف بقدرته على السيطرة على الكرة وبناء الهجمات من العمق، ما يجعل المنتخب المغربي مطالب بالانضباط التكتيكي وقراءة تحركات الخصم بدقة لتقليص فرص الاستحواذ على الكرة والتحكم في مجريات اللعب. وبشأن مواجهة البرازيل أكد نبيل باها مدرب الأشبال أن البرازيل فريق جيد ويضم لاعبين ممتازين، هي مباراة سنحتاج للفوز بها للذهاب بعيدا في هذه البطولة، مضيفا أن تشكيلة المنتخب المغربي تضم لاعبين يتمتعون بالجودة وقادرين على إحداث الفارق. باغين مازال يبقاو هنا وباغين يمشيو بعيد باش يدخلوا في التاريخ ديال الفوتبول ماروكان. كنبريباريو مزيان، الدراري يستراحوا. Aujourd'hui c'est veille de match, غادي نخدموا شويه تكتيك. شفنا لي زيماج لي زاناليز توت او لون لا جورني مع الدراري وشفنا فين غادي هادشي اللي غادي نديرو مزيان باش ان شاء الله يكون لا فيكتوار على فان دو ماتش. كما أكد لاعبو المنتخب المغربي أنهم جاهزون ومتحمسون لمواجهة البرازيل. ماتش كونتر البرازيل صعيب وكاع الماتشات ديال كاس العالم كيكونوا صعاب، ولكن غنخدموا غنديروا اناليز فيديو ان شاء الله يكون خير وما نخيبوش الجمهور المغربي عاوتاني. كنوجدوا اللي خاصنا نديروا الماتش ان شاء الله ديال غدا، وكاملين حنا خوت وعندنا اوبجيكتيف واحد. وكشفنا درنا لي زاناليز على الفريق البرازيلي
وعنده بوان فور ولي بوان فيبل ديالو. حنا ان شاء الله غادي نستغلوا لي بوان فيبل ديالو وان شاء الله يكون خير. On s'est bien reposé et on est prêt à attaquer le match demain. C'est que c'est un match très important et que ce soit le Brésil ou une autre nation, on va tout donner et puis pour accéder à ces demi-finales inchallah. وفي باقي المواجهات ستلعب اليابان أمام النمسا، وإيطاليا تواجه بوركينا فاسو، والبرتغال أمام سويسرا، والمغرب تواجه البرازيل. وتعد هذه المباراة اختبار حقيقي لقدرة المنتخب على المنافسة على أعلى المستويات، وأنه قادر على مواجهة المنتخبات الكبرى. فهل يستطيع أشبال باها كتابة تاريخ كرة القدم المغربية من جديد؟ ماتش توب. شكرا ماتش ما كانش اليوم ما ثقة خدنا نسمعوا شنو كنتسنى اليوم. فرحه كبيره، زاز الجمهور ما خيبناش، حتى هو ما خيبناش، وان شاء الله الماتش غيكون خير. العربيه ديالك زوينه تقول لي السبل عليها. إلى الدور ربع النهائي من مونديال الناشئين. تتواصل أفراح الكرة المغربية هنا في دولة قطر. المحطة المقبلة البرازيل. يقال ما في أخطر من رجل عائد من الموت، فكيف إذا كان منتخب وبلد عائد من الموت؟ المغرب اللي كان خارج كأس العالم بالمباراتين الأوليتين اليوم صار بربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على مالي 3-2. عملوها الشباب، منتخب المغرب بيتأهل يا عزيزي ربع النهائي بعد الفوز ب3-2 على منتخب مالي الصعب جدا. منتخب المغرب رسميا في ربع نهائي كأس العالم للناشئين.